من أول ما دخلت الكمبيوترات بيوتنا في أوائل الألفينات، الناس كلها تقريبا كانت على ويندوز. أما اللي ما كانوش بيستخدموا ويندوز دول كانوا الأغنياء اللي كانوا بيستخدموا الماك. لكن كان في أنظمة تانية مش ناس كتيرة تعرفها، واللي في آخر فترة الناس بدأت تتجه ليها، واللي هي أنظمة لينكس. وليه قلت أنظمة مش نظام؟ عشان لينكس فعلا مش نظام، ده النواة اللي بيبني عليها التوزيعات زي أبونتو، ديبيان، أرش، فيدورا وغيرها كتير جدا. لأن معروف لينكس بتوزيعاته الكتيرة واللي ما بتخلص، ده لأنه مفتوح المصدر، يعني أي حد يقدر ياخد أي نظام ويعدل عليه بنفسه ويبقى عمل نظام تاني جديد. طب ليه الناس بدأت تتجه للينكس الفترة دي تحديدا؟ لأن ويندوز حاليا ومليان إعلانات وتحديثات وتطبيقات وخدمات إجبارية ما تعرفش إن أنت تمسحهم أو توقفهم، وده بيسهل كتير جدا من الموارد. كمان شركة مايكروسوفت اعلنوا ان رسميا ويندوز 10 هيحصل اخواته وهينتهي الدعم عنه رسميا في اكتوبر الجاي 2025. وللاسف الاصدار الحالي من ويندوز 11 مش بيدعم الاجهزه القديمه اللي ما فيهاش خاصيه الاس اس اي 4.2، فمش هيشتغل مهما عملوا. واللي خلى الناس تتجه اكتر للينكس لان هو اخف شويتين وبيشتغل على اغلبيه الاجهزه، بسبب انك تقدر تختار الواجهه المناسبه لاستخدامك وامكانياتك، عكس الويندوز اللي بيفرض عليك واجهه واحده بس وما تقدرش ان انت تغيرها. وامن شويه عن ويندوز بسبب انه مش منتشر قوي زي ويندوز، وما فيهوش اعلانات ولا تطبيقات ملهاش لازمه ولا تحديثات اجباريه. كمان تقدر تخصصه وتشكله حسب ما انت عايز، وكل ده من غير ما تدفع جنيه واحد. بس في ناس مش محتاجه لينكس، في ناس معاها جهاز حلو ويستحمل ويندوز. بس تفتكر ايه اللي خلاهم يتجهوا للينكس؟ علشان القدوة المغربية ابتهال أبو السعد اللي ضحت بشغلها ومكانتها العالية في مايكروسوفت، وفضحتهم لأنهم بيستخدموا الذكاء الاصطناعي استخدام غير آدمي ضد إخواتنا في فلسطين. ما تنسوش إخواتكم من دعواتكم. ومن الناس اللي اتجهوا للينكس الأستاذ المحترم أحمد نظمي اللي ثبت لينكس ونصح بيه الناس، وفي ناس سمعت كلامه واللي أنا كنت واحد منهم، لكني رجعت لويندوز تاني للأسف لعدة أسباب هقولها كمان شوية. بس قبل ما أحكي لك أنا ليه رجعت لويندوز، عايز افكرك ان لينكس ليه توزيعات كتيره جدا، وكل واجهه ليها طريقه استخدام واعدادات مختلفه شويه عن التانيه، وكل توزيعه لها استخدامات مختلفه عن غيرها. زي مثلا كالي لينكس اللي معموله عشان الاختراق والامن السيبراني، او ديبيان اللي بيستخدموها للسيرفرات عشان مستقره جدا. لينكس منت وزر او اس للمبتدئين والمهام اليوميه. وطبعا لان معروف على لينكس انك تقدر تشكله على مزاجك، وكنت فاكر زيك انها بالسهوله دي، لكن اتفاجئت بقد ايه الموضوع مرهق ومتعب ومحتاج صبر ومجهود وخبره، وممكن غلطه صغيره تخليك ترجع تعمل نسخه من جديد. طب امتى لينكس يكون مناسب ليك؟ هحكي لك بناء على تجربتي الشخصيه. لو بتتصفح وبتتفرج على افلام ومهام يوميه بسيطه وكده فقشطه عادي جدا، لينكس مش هيقول لك لا، عشان في هناك برامج بديله مجانيه ومفتوحه المصدر تقدر نوعا ما تعتمد عليها. لكن هيقول لك لا لو انت شخص بتلعب العاب او بتستخدم برامج زي برامج ادوبي، لانه للاسف اغلبيه الشركات الكبيره زي ادوبي وغيرها مش بيدعموا لينكس على عكس ويندوز وماك. بس لقيت شويه طرق تقدر تلعب بيها او تشغل برامج الويندوز على لينكس. استخدمت اول حاجه واين، بوتلز، ولوتريس، وهيرويك، وبالرغم من كل ده في العاب كتيره جدا ما اشتغلتش معايا. ودايما في اغلبيه الاوقات كنت بضطر استخدم التيرمينال عشان اعرف اعمل اي حاجه زي اني احدث النظام او احل شويه مشاكل او احمل ملفات وبرامج. وده عكس الويندوز اللي كل شيء بيتم بضغطه زر، ونادر لما تستخدم السي ام دي. وللاسف لينكس مش منتشر قوي عند اليوتيوبرز العرب، وده بيزود صعوبه الاستخدام وايجاد حلول. ولازم تختار توزيعه ليها مجتمع كبير عشان تعرف تحل اي مشكله تقابلك، ولو المجتمع مش معاه حل بتروح للامل الاخير واللي هو شات جي بي تي، ومش دايما هيعرف ان هو يحل لك كل مشاكلك، عكس ويندوز اللي اغلبيه المشاكل اللي هتواجهك هتلاقي لها حلول على اليوتيوب. غير ان دعم الهاردوير الحديث طبعا في لينكس مش قد كده زي ويندوز اللي عامل شراكه مباشره مع انتل واي ام دي وغيرها. وعشان كده لو معاك هاردوير حديث فخليك في ويندوز احسن، ولو لسه مصمم استنى الحل كمان شويه. وعلشان اقدر العب واستخدم برامج الويندوز ما تبقاش قدامي غير حل اخير، وهو اني استخدم برنامج الفيرتشوال بوكس. وده علشان اعرف ان انا اثبت نظام الويندوز جوه الفيرتشوال بوكس واعرف ان انا العب واشغل البرامج بدون اي مشاكل. لكني للاسف معرفتش ان انا اشارك الملفات، فانا زهقت بصراحه وقررت اني مش هرجع تاني للينكس الا لما الاقي حل للمشاكل اللي واجهتني، وساعتها مش هتردد في اني اسيب ويندوز. يا ترى ايه الحل؟ انك تثبت النظامين على نفس الجهاز ويبقى في بينهم دول بوت. الجهاز قبل ما يفتح تقدر تختار باللينكس او ويندوز وتشتغل بالاتنين عادي جدا. وعشان تكون واخد بالك ان الدول بوت مش موجود في كل التوزيعات برضه،
فلازم تاخد بالك كويس. من الحاجات الحلوه في بعض التوزيعات في لينكس انك تقدر تجربها على الفلاشه قبل ما تثبتها، ولو عجبتك وحبيت ان انت تثبتها على الهارد وبالغلط عملت ديليت او فورمات، تقدر تعمل ريسيت ولا كأنها حاجه حصلت. عكس ويندوز، لو عملت ديليت او فورمات انسى يا معلم، ما تقدرش ان انت ترجع ملفاتك. ودي من الحاجات اللي اتمنى مايكروسوفت تضيفها في ويندوز، لان فعلا بالغلط كده عملت فورمات الهارد من غير ما اقصد وطارت مني حاجات كتيره جدا مهمه. وعلى فكره ويندوز كمان كان في خاصيه اسمها ويندوز تو جو عشان تقدر تشغل الويندوز عن طريق الفلاشه، لكن تقريبا ما بقتش موجوده، واعتقد مش متاكد ان ممكن ترجعها عن طريق برامج زي برنامج الرفوس. وبس كده، دي كانت تجربتي مع لينكس. يا رب تكون استفدت من الفيديو، وقول لي بتفكر بعد كل اللي قلته ده تثبت لينكس ولا هتفضل على ويندوز ولا هتستخدم الاتنين سوا؟ ما تنساش تقول لي تحت في التعليقات، ولو عندك تجربة احكيها عشان غيرك يستفاد. وقبل ما اقفل مش هوصيك بقى اللايك والاشتراك. يلا سلام.